كثير ناس يتركون قططهم في البيت وهم رايحين الدوام أو مشوار طويل، بس هل فكرت يوم وش يحس فيه قطك لما تخليه لحاله؟ أول شيء، القط هو كائن اجتماعي، يحب وجودك ويحس بالأمان لما تكون قريب منه. لما تغيب فجأة ممكن يحس بالخوف أو القلق، خصوصاً إذا ما تعود على البقاء وحيد. بعض القطط تبدأ تدور عليك في كل الغرف وتجلس تنتظرك عند الباب، وبعضها تطلع أصوات غريبة وكأنها تناديك. وفي حالات ثانية ممكن يصير سلوكها مختلف، مثل إنها تنام كثير أو حتى تمتنع عن الأكل. وفي نقطة كثير ما يعرفونها، القط ممكن يحس إنه مرفوض أو مهمل، خصوصاً لو كان مرتبط فيك مرة. يبدأ يشعر بالحزن أو التوتر، وهذا يسبب له مشاكل سلوكية لاحقاً. بس مو كل القطط نفس الشيء، في قطط مستقلة وما يهمها كثير. الحل، قبل ما تطلع حاول تخلي له ألعابه المفضلة، وفر له مكان مريح للنوم وحط له أكل وموية كفاية. وإذا غيابك بيطول شغل له صوت تلفزيون عشان ما يحس بالوحدة.